حافظوا على وصايا النبي في الحرب: لا تؤذوا طفلا أو شيخا أو امرأة أو مريضا، لا تقطعوا شجرة، لا تحملوا على رجل يتعهد غرسه، قاتلوا ظالميكم وسالبي أموالكم. ولذلك نحن في الإسلام، واسمعوا مني وهذه فتوى شرعية، الإسلام في حربه مع الكفار لا يعرف الفرق بين الجيوش النظامية والمواطنين المدنيين. عيد 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 شاطر يخرب بيتك. الإسلام في حربه مع الكفار لا يعرف الفرق بين الجيوش النظامية والمواطنين المدنيين. قال يا رسول الله نبيت المشركين فنغزوهم فنصيب من نسائهم وذراريهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنهم منهم، إنهم منهم. ده حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. في ذا عنده رأي، في ذا عنده وجهة نظر. عيد عيد العن ابوك عيد. ولذلك في النص جواز قتل نسائهم وأطفالهم. والله عيد يا ابن الكلب.